اسمعوا يا عساكر، اسمع يا أخي، اتق الله في نفسك واتق الله في أخوتك. لك يا عسكري شاب، لك يا عسكري احنا أخوتك. أسأل الله أنه سبحانه وتعالى يجعل في قلبك اليقين ويحط بقلبك اليقين. ولك يا أخي دمرتم البلد واغتصبتم الحرمات والنساء والأطفال. اتق الله، أما تتق الله. اسمع يا عسكري، قال الحبيب المصطفى عليه ألف الصلاة والسلام: يا عبد ما زال يا عبد كن عابر سبيلا في هذه الدنيا، كلما مشيت خطوة اقتربت من القبر وذهبت عن الدنيا. يا اخوان، يا مجاهدين، يا المرابطين بحي الجبيلة ومدينة دير الزور، اسمع يا اخي، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اسمع يا عسكري، اسمع يا جنود الطاغية، بشار والله راح تستناكم شباب محمد. صلاة والسلام. تكبير. اسمع مجاهدين يا المرابطين بحي الجبيلة، إذا العسكري انشق عليكم الأمان والله أنتم أخوتنا في السلاح، وإذا ما شقيتم السلاح ما زالوا بيننا انه تأنس دم الشهداء. لا والله ما حملنا هذا السلاح الا لنصرة الله والرسول. يا اخي اتق الله في نفسك يا عسكر. اسمع اقول لك، اتحداك اذا شفت اهلك من سنة ونص وسنتين، انا اتحداك تحدي وان تفوتون على حي الجبيلة تقولون احنا دمرنا، ولكن انتم دمرتم البلد. ولك تضربون مين؟ تضربون اخوتكم، ولكن احنا اخوتكم بس. ولكن هذا الطاغية زرع بقلبكم وبذهنكم انه احنا ارهابيين، ولكن احنا اهل البلد، ولكن احنا اهل البلد. مجزرة الجورة والله نحن نسيانينها يا اخوان. قتل بحي الجورة اكثر من 700 مدني، ما ننكر. انا من واحد من العالم شاركت بحي الجورة، واسال الله الثبات لي ولكم، واسال الله لاخواننا المدنية يدعونا بالشهادة او النصر. سمعت؟ إلا حاججك بها أمام الله.